هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير دايما. ويلا تعالوا نكتشف مع بعض واحد من انظر واجمل اشكال الوجه. شكل مش منتشر لكنه لما بيظهر بيخطف الانظار، وهو الوجه الماسي. شكل فيه زوايا واناقه، ملامح بارزه لكن فيها لمسه غموض. لو وشك كده فانت عندك كنز محتاج يتنسق صح. وهنا في كورس الستايلينج هدفنا نساعدك تفهمي شكل وشك وجسمك وتختاري الستايل اللي يبرز جمالك الطبيعي بطريقتك الخاصه، مش تغيريه. ولو لسه مش متأكدة من شكل وشك ضروري ترجعي للفيديو الأول في السلسلة اللي بنشرح فيه ازاي تحددي شكل وشك بالمقاسات والطريقة الصح، وهتلاقي الرابط في الوصف. ويلا بينا نبدأ ونكشف أسرار الشكل الماسي ونشوف ازاي نظهر جماله بطريقة أنيقة ومتوازنة. الوجه الماسي بيتعرف من زواياه الواضحة وخدوده البارزة. الجبهة بتكون ضيقة والدقن حاد والخدود هم أعرض نقطة في الوجه، يعني عندك شكل كأنه ماسة فعلا. الجوانب فيها تحديد والوش فيه طول لكن مش بنفس امتداد الوجه الطويل. الملامح دي بتدي انطباع بالقوة والغموض، وهدفنا هنا عشان نوازن الشكل محتاجين نلين الزوايا دي ونبرز التوازن بين الأجزاء. ويلا نبدأ مع قصات الشعر المناسبة، وهي الشعر الويفي أو الكيرلي الناعم، والقصات اللي بتكون بطبقات حوالين الوش، والتسريحات اللي بتزود عرض الجبهة زي الكعكة المرتفعة أو الباف الخفيف، وكمان الغرة الجانبية أو الكورتين بانكس، والشعر متوسط الطول واللي بيكون بموجات ناعمة. وتجنبي الشعر المشدود تماما لورا، وكمان الفرق اللي بيكون من النصف بالظبط، وكمان القصات اللي بتكون قصيرة قوي توصل للدقن أو أقصر من كده لأنها بتبرز أكتر حدة الدقن، وكمان الغرة المستقيمة. ولفات الحجاب المناسبة، اللفات اللي بتدي عرض للجبهة زي اللي بتبدأ من ورا شوية مع حجاب يتلف بخفة حوالين الخدود بدون ما يضغطها، وكمان اللفات البسيطة اللي بتكون حوالين الدقن عشان ما تبرز حدته، والخامات الطرية زي القطن الخفيف أو الشيفون. وتجنبي اللفات اللي بتشد الوش لورا أو اللي بتضغط على الجبهة، وكمان الطبقات الكتيرة حوالين الخد لأن احنا مش عايزين نزود العرض. كمان الحجاب اللي بيكون نازل قوي على الدقن بشكل حاد، والخامات التقيلة قوي اللي بتدي حجم كبير حوالين الخدين. والمكياج المناسب بنختار الكونتور يكون ناعم على جوانب الخد عشان نقلل البروز، وكمان بنحط هايلايت في وسط الجبهة وتحت العين عشان نديهم مساحة ونوسعهم اكتر، والبلاشر يكون اعلى الخد بشكل مايل وطالع لفوق، والحواجب تكون ناعمة ومقوسة بانسيابية بدون أي زوايا حادة. وتجنبي الكونتور الحاد تحت الخدود والهايلايت اللي على الخدود العريضة، والبلاشر يكون دائري في نص الخد، وكمان الحواجب المستقيمة أو المقوسة بشكل حاد. وفي الياقات المناسبة بنختار الياقات المفتوحة في أو يو عشان تدي طول للرقبة أكتر وتخفف من حدة الفك، وكمان الكتف المسدل او الاوف شولدر، كمان التفاصيل عند منطقة الجبهة او الاكتاف. وتجنبي الياقات العالية او المرفوعة اللي بتغطي الرقبة بالكامل، والياقات الضيقة حوالين الرقبة، والتفاصيل او التطريز اللي بيكون موجود عند الخدود او الدقن. اما النضارات وهي نقطة مهمة جدا فلازم نحرص دايما احنا بنختارها بشكل سليم، فبنختار النضارات البيضاوية او الدائرية والفريمات تكون ناعمة ما فيهاش اي زوايا حادة، ونتجنب الفريمات المربعة او المستطيلة جدا، وكمان النضارات اللي بيكون فيها زوايا واضحة تبرز حدة الملامح، والنضارات الكبيرة قوي اللي بتغطي الخدود كلها. نيجي بقى للجزء المفضل بالنسبة لي زي ما انتوا عارفين، وهو الاكسسوارز. فبنختار الحلقان اللي تكون مستديرة او حلقان تكون متوسطة الطول، وبرضو تكون دايما في زوايا ما فيهاش زوايا حادة، يعني تكون ناعمة، والكولادات تكون ناعمة وبسيطة، والاكسسوارز اللي بتركز على الجزء اللي فوق من الوجه زي البندانة مثلا. وتجنبي الحلقان الطويلة اللي بتكون مدببة او ليها زوايا حادة كتير او اشكال هندسية، والقطع الكبيرة حوالين الدقن او الاكسسوارز اللي بتسلط الضوء على الخد او الفك زي الكولادات الضخمة. الوجه الماسي مش غريب، هو نادر ومميز. لو عظام خدك عالية وبارزة فده مش بس شكل، ده حضور وقوة وأناقة فريدة. ومفتاح التوازن هنا انك تبرزي جمال الخدود وتليني الزوايا حوالين الجبهة والدقن بأسلوب ناعم، بل عشان نظهر جمالنا بطريقتنا الخاصة. شكل وشك هو جزء منك ومن شخصيتك، والمهم انك تحتضنيه وتبرزيه بثقة. وعشان كده دايما بنقول ان الثقة بالنفس هي اجمل حاجة ممكن تلبسيها. حبي ملامحك واختاري اللي يليق بيها، واعملي ستايل يحكي عنك من غير اي كلام.
جربي النصايح اللي قلناها وقوليلي في الكومنت ايه اكتر نقطة حسيتي انها فرقت معاكي، ولو عندك اي سؤال سيبهولي تحت وهرد عليكي. وما تنسيش تعملي لايك وشير عشان غيرك كمان يقدر يستفيد. وباي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي وهنكون مع الوجه القلب.